امرأة من قلعة الصالح في محافظة ميسان عاشت تجربة الاقتراب من الموت والسفر عبر الزمن. الحادثة ترجع إلى عام 1951 بقلعة الصالح. كانت أكو مرة، هاي المرة كانت حامل ووصلت إلى مرحلة المخاض. بالخمسينات ما كانت أكو مستشفيات، وإنما كانت أكو جدة هي اللي تتولى عملية الولادة، وكان بيومها الدنيا تمطر والجو بارد. اللي نقل هاي الحادثة الحقيقية أحد أحفادها، فينقل هذا الشخص يقول جدي تعب بيومها حتى يجيب الجدة اللي تتولى عملية الولادة، لأن تلك الفترة ما كانت أكو مستشفيات ومات معدومة في تلك الفترة. فيقول كان هي الجدة مكانها بعيد، وكانت الدنيا تمطر والأرض طينية جدا لحد ما وصلها إلى المرأة اللي تريد تجيب. بعدها تولت عملية الإشراف على عملية الولادة، وفعلا المرأة ولدت، ولكن بعد إكمال عملية الولادة دخلت بحالة غيبوبة فترة من الزمن. وطلعت الجدة للأهل المرأة قالت لهم البقية بحياتكم، المرأة توفت. طبعا بدت الناس تتجمع، وصار صريخ وصار عيطة وفتشي صدمة للناس. بدت قرايبهم تتجمع عليهم، بدت الناس تجي، النسوان تجي، الزلم يجون، فصارت هوسة بليلتها. صار الاتفاق على أن يتم تغسيل هذه المرأة اللي ولدت. فهم تلك الفترة نفسها المرأة اللي تجيب هي نفسها اللي تغسل نسوان، ويما نقلوها إلى المغسل حتى يقومون بعملية تغسيلها، شافت بأن عندها نفس ضعيف جدا، وشافت جسمها مو بارد وإنما يعني جسم طبيعي مثل الواحد النايم. فقالت لهم أنا أشوف بأن نتأخر بعملية التغسيل لأن أحسن بأن هي بيها روح. كذلك يعني هوسة والناس بدأت تجي، فتدري يعني تلك الفترة قلة معلومات وقلة فهم. جماعة قالوا لا كمل التغسيل باعتبار هاي يسمونها صحوة موت، جماعة قالوا خلينا ننتظر شوية. امتنعت الجدة عن عملية التغسيل، قالت أنا هذا الشيء حرام علي، إذا جوز أنا غسلتها وندفنت وتطلع هي قيد الحياة. ملوا من عندها ما قبلت، فرجعوها لمكانها. هاي المرأة بقت على هاي الوضعية، التنفس مالها ضعيف جدا تقريبا يومين. آخر شيء الأهل زوجها قال ما يصير هيك، الناس جاي تجينا احنا شنو نقول لهم. الكبايرية اجوا قالوا لازم تندفن، هاي ميتة وحرام وكذا وكرام الميت دفنه. فاتفقوا يجيبون مغسلة ثانية من غير منطقة، وفعلا جابوها. فمن شافتها قالت هاي مو ميتة وإنما على قيد الحياة. المهم لحوا عليها، ويا ما بدأت تغسلها الغسلة الأولى الغسلة الثانية طلعت مصدومة. قالت لهم هاي البنية جاي ترجف. فدخل النسوان شافوا انها جاي ترجف، واذا حكت قالت لهم بردانة غطوني. طبعا صارت هوسة بوقتها، لفوها ببطانية ورجعوها لمكانها. ويا ما رجعت للمكان يعني لبيتها قعدت على حيلها بكامل قوتها وكأنما كانت نايمة، ولا كأن كانت بغيبوبة يومين وقبلها هي جايبة. أول شيء قالت طبعا أنا أتحفظ عن ذكر الأسماء لأن أكو أسماء تم ذكرها بشر، ويجوز أذكر أسماء تم ذكرها بخير. أول ما قعدت قالت تجيبوا لي فلانة وبتها، تجيبوا لي إياها فورا. زين، هم استغربوا من عدها، سألوها شنو الوضعية، قالت هاي درت بيا ميتة وتتمضحك هي وزوجها وبتها، شنو مستهينات بيا لو يستهزئن بيا أنا. قالوا لها معود صلى عليه محمد، قالوا هاي المرة شخطت لأن صار لها يومين عندها حالة غيبوبة، فأكيد صار براسها فد شيء. هي ألحت عليهم أن تجيب، هي طبعا صر صديقتها، أن تجيب صديقتها. قالت لهم لازم تجيبونها هسه، أنا هيك سويت لها تالي ما تالي تضحك درت بيها أنا ميتة. فقالوا لا تسوينا مشاكل، أنت لا تسوينا مشاكل ويا الناس، احنا الحمد لله وشكر هسه من قعدتي ويومين في عقلي صار بي شيء. فهذا الشخص اللي حاكيها طبعا هو من أقاربها، قالت له أبو فلان أنت
مو امس طلعت ورحت البيت فلان وطلع لك فلان على قولتها مفرع وقال لك فلانه ماتت وتلقى يا وصفه؟ قال لها اي بالله صحيح هذا الكلام. انت وين كنتي؟ قالت له انت من حكيت وياه انا كنت واقفه يمكم. فالشخص هذا اللي ينقل يقول احنا بقوا الاهل بحاله الصدمه لان نقلت فد شيء حقيقي. لحوا عليها قالوا انسي سالفه صاحبتك لا تدزين عليها ولا هم يحزنون. طبعا من وراء ما هي لحت على ان يجيبون صاحبتها على مود تعاتبها وتحكي عليها، وصل الكلام صديقتها وقالوا لها يا بنتي هيك مسويه وهي قالت والله صحيح. قالت والله صح، بس هي بعد بررت نفسها بان مو هي وانما بنتها ضحكتها وكذا وهاي. فالكلام كان صحيح. قلت لهم جيبوا لي مهديه. قالوا لها منو مهديه؟ طبعا هي عندها بنات 2 وعندها ولد 1، والبنت الاخيره اللي جابتها هي البنت الثالثه. قالوا لها منو مهديه؟ قلت لهم هاي البنيه اللي جبتها اخر شيء بنتي اللي ردت اموت بسببها، جيبوها الي. قالوا لها احنا ما سميناها، منين جبتي انت هذا الاسم مهديه؟ قالت لا سماها حج فلان على قولتها حج زويد. قالوا لها فلانه حج زويد صار له متوفي 35 سنه، شلون سماها؟ ظلوا يعني شلون يستهزئون بيها، فهي ظلت تضحك عليهم تستهزئ بيهم. قالت لهم انتم الميتين هو العدل، انا شفته ذاك الوجه المعدل وذيك الملابس المعدله هو وصاحبه، واجاني وسلم علي وقال لي انت راح ترجعين وبنت تسميها مهديه ابن بتها. يقول احنا بتها كانت يعني جوعانه جدا لان هناك كان اكو اعتقاد بان الطفل اللي يجي وامه تموت يعتبرونه فقر، وبالتالي النسوان يعني ما يرضى عنه، كانوا بس يخلون على حلقها ماي. يقول احنا سألناها جوعانه عطشانه خلي يحضروا لك الاكل، قالت انا الاكل ما اشتهي لا اكل ولا ماي، انا يمكن يومين ما اشتهي الاكل. قال لهم انت صار يومين ما ماكله وانت كنت ولاده؟ قالت انا اكلت وشربت بذاك العالم، بس الاكل انا بحياتي ما ماكله مثل هذا الاكل، وهذا الاكل انا اللي اكلته هناك عن طريق الهواء، اي شيء اشتهي اتنفسه اكله، فانا شبعانه ولحد الان المذاق مالت الماي الطيب والاكل لحد الان باقي بحلقي. قالت تصيحوا لي فلان وفلان من السلف يا بشتردهم بهم، قالت جيبوهم هسه اريدهم، هذول بجهنم، انا بذاك العالم من اجيت يمهم حتى ايدي انشوت من قد الحراره اللي طالعه من عندهم. يا معودة حجي يا صلى على محمد ذولي صائمين مصلين. قالت لهم مثل ما اقلكم. فعلا اجوا قعدوا قبالها قالوا لها شنو السالفه؟ قالت لهم انتم ترى بجهنم النار اللي طالعه من عندكم يعني انا بعيده واحترقت حتى ايد انشوت بذاك العالم. قالوا لها شنو مسوين؟ قالت لهم احكي. قالوا لها احكي احنا اهل. قالت لهم انتم بكتوا هايشه هي البقره من بيت فلان. فهذا واحد منها قال حجيه صحيح بس هذا الحكي صار له تقريبا 35 الى 40 سنه. قالت لهم مثل ما قلت لكم بكتوها، وحتى بليلتها واحد من عندكم ويا ما طلع عثر وطاح على ايده والصبع مال ايده الكبير انكسر. قالوا لها حجيه صحيح هذا الكلام اللي تحكينه صحيح. قالت لهم تلاحقوا على ارواحكم. سألوها شنو الحل؟ قالت الحل تروحون تشترون هايشه نفس المواصفات هم حلوب وتودونه، لان هذا الرجال توفى، تودونه الابنه وتستميحونه وتتبارون وياه الذمه. يقول ذول الثنين خذوا الحكايه من عندها، من طلعوا منقبين من المستحى، خلوا وطلعوا. فيقول اهاليتنا كضوا بيها، قال عاد لا تسولفين على اي شغله تخص الناس الغربه، لا تجيبين اي شيء لان هاي احتمال تسوي لنا مشاكل. ما لحوا وياها التفتت على بنتها الكبيره، طبعا هن بناتها الثلاثه ويا هاي اللي جابتها وابنها الوحيد الولد كلهم كانوا صغار. فالتفتت على بنتها الكبيره قالت لها يمه انت راح تتزوجين وهذا اللي راح تتزوجينه متزوج قبلك وعنده اولاد وعنده بنات، وهذا رجلك موته راح تصير فوق السطح، وبيومها راح يصير صوت راح تسمعون كلكم صوت مال دجاج.
يقول قاعدين ظلوا يضحكون. قال يا حجية الدجاج وين واحنا وين؟ قالت لهم مثل ما اقول لكم. التفتت النوب على بنتها الثانية الأصغر من عندها، قالت لها يمه أنت خرب بيتي عليك، أنت راح تتزوجين واحد فقير كل شيء ما يملك وتعيشين وياه سنين طويلة. وطبعا هاي البنت الثانية هذا الشخص اللي يسولف القصة، وراح يصير عندك أولاد وراح يصير عندك بنات وتستمرين بحالة الفقر، توها الدنيا تبدي تضحك إليك يموتون عندك ولد 2 الزيانين اللي بيهم يموتون. يقول إحنا بقينا صافنين، العائلة بقوا صافنين. هي كل ما تسولف عن واحدة من بناتها تظل تبكي على ابنها وعندها بس ولد واحد. قالت له يمه أنت راح تموت غريب، راح تموت بعش شبابك. يقول هو بعد صغير، بعش شبابك وراح تموت بديرة غرب مو هنا. النوبة التفتت على بنتها مهدية الصغيرة، قالت أما مهدية فهاي راح تموت بعش شبابها، بس يعني حسب ما هي قالت، يعني أنقل أنا نفس اللفظ، بس طبها مرض، هي تجيب المرض الروحة وإلا اللي يموت بعد ما يرجع. هيك قالت عليها. الحاضرين سألوها قالوا لها أنت هاي الفترة اليومين شنو شفتي؟ وين رحتي؟ زين انت هذا الحكي منين جاي تجيبينه؟ قالت انا بالطلوق على قولتها شفت امي واقفه قبالي، طبعا هم متوفيه، قالت لي تجيب هي هاي المره يسمونها ام صغير، قالت لها ام صغير تلبسين نعالج وتجين وياي. يقول انا فرحت كلش لان اباوع لامي ادري بيها متوفيه، وسالتها انت يعني عدله؟ قالت اي انا عدله ما بيها شيء، يلا بسرعه. تقول صدق انا رحت وياه، فتقول مشي طبيعي وانما مشينا فوق الغيم نمشي، شفت هاي الوادم المتجمعين وشفت هاي الناس اللي تمشي بالسوق واللي يسولفون والناس اللي تشتغل بالفلاحة، ووصلت للولاية، طبعا الولاية هناك سوق العمارة تقصد، وشفت الناس تبيع وتشتري. المهم انا ويا امي امشي الى ان وصلنا الغرفة بيها باب، امي فتحت الباب ودخلنا. ويا ما دخلنا شفت بستان كبير وفواكه وخضروات، وشفت طيور على قولتها طيور تبرج. فقعدت انا يم هذا اكو شلون النهر الماي مالته اللون مثل لون الغيم، فقعدت ظلت ايدي بالماي. امي قالت انا شويه واجيش، راحت. تقول وظلت اشوف ان تجي نسوان يسلمون علي ويرحون يصيحوا لي باسمي ام صغير. اجى شخص وهذا الشخص ابيض بابيض والوجه مالته وبعده شباب ومبتسم ويضحك ويسألني على شغلات شلونك ام صغير، شلون صحتك، شلونك هنا. قلت له الحمد لله هنا مكان هنا كلش حلو. فبهالاثناء شفت اخوي، طبعا اخوها ميت قبلها ب10 سنوات، اجى بس يظل يصيح علي انت جابك هنا وانت مو يومك والمفروض ترجعين. تقول انا بوقتها حقدت عليه، شلون يحكي وياي هيك؟ ثاني شيء انا ما بدي ارجع. فحكيت هذا الرجال اللي حاكاني بالبدايه، قال لي صحيح انت راح ترجعين، ترى اليوم مو يومك، راح ترجعين بغير يوم. يقول انا كلش ضجت، قلت لهم ما اريد ارجع. وهاي اجى اخوي قال لي لا ترجعين ودفعني من كتفي، ويا ما دفعني حسيت روحي انشمرت ووقفت اباوع هاي الناس كلها متجمعه، واباوع اشوف انا الجثه مالتي، واحس ان شيء يجذبني للجثه شويه 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 شويه، لان حسيت واحد مثل ضربني ودخلت بالجثه وفزيت، وشفتكم بعد هاي الوضعيه اللي صارت. طبعا ناقل القصه يقول مرت السنين على هاي الحادثه اللي صارت. يقولوا فعلا، يقول خالتي الكبيره تزوجت واحد، وهذا الواحد متزوج قبلها وعنده اولاد وعنده بنات، وبيوم من الايام صارت عركه منطقتهم، وهاي العركه رادت تتحول الى عركه عشاير. فهو جاب واحد من المتعاركين وصعده فوق السطح على مود قبل يعني لا تتطور العركه ويريد يفضها. الطرف الاخر كانوا يعني واحد من عندهم شايل سلاح يردون يقتلونه.
فهجموا على البيت ودخلوا عليه اقتحموه وصعدوا فوق، فهو يحاول يفك بيهم، أراد يرمي له فوق، وإذا الطلقة اجت بهذا الشخص. وكانوا فعلا مربين دجاج فوق، والدجاج من الصوت مال الطلقة طلع صوت كلش عالي. يقول خالتي بالبيت من سمعت الطلقة وسمعت صوت الدجاج قالت زوجي انقتل مات. قالت أنا هسه اتذكرت الحكي مال أمي، وأمي فعلا يقول تزوجت أبوي، وأبوي كان فقير جدا، حيث سنين طويلة هم ساكنين بصريفة. صريفة يعني بيت من الطين والقصب. يقولوا الأرض فارشينها بكرتون، هذا الكرتون جايبينه إلى هدية، يعني تو طيحت الكرتون. وبقى فترة طويلة وخلفت، يقول أمي خلفت ولد وخلفت بنات. توها الدنيا بدت تزهو وتضحك إنه والخير بدأ يدخل. يقول واحد من إخوان السمم ما لحقنا عليه، رأسته توفى. فيقول أمه ظلت تبكي، بس يمه منو بعد الثاني اللي راح يموت وراه؟ قلنا لها يمه صلى على محمد، شو اللي شبه الحكي هذا؟ لا يعلم الغيب إلا الله. قاعد مثل ما أقولكم بعد واحد راح يلحق أخوكم، بس يهو بيكم كون يوم قبل يومكم. يقولوا فعلا عندنا أخونا استشهد بالأحداث مالت الموصل، هاي الأحداث الأخيرة. يقولوا هذا أحسن واحد بينا، المنطقة كلها تحبه. يقول أمي قاعد هاج قلت لكم الحكي مال أمي طلع كله صدق. يقول وخالي اللي هو الابن الوحيد للمرأة اللي روت القصة، يقول فعلا صارت الأحداث مال الحرب مال سوريا ومصر على إسرائيل، وشارك العراق بطيارات وشارك بمشاد درع، فهو راح وياهم. يقول راح وما رجع، استشهد هناك وعمره 25 سنة. وخالتي مهدية اللي جابتها بيبيتي، يقول تزوجت وصار عندها ولد، وهذا الولد توه شب سن المراهقة وتوفى. هي كانت متعلقة بيه كلش، فمن قد الحزن ظلت تشرب جقاير، ظلت يعني باليوم 4 بواكيت. ومرور الأيام شكل عندها مرض بصدرها وتوفت بسبب هذا المرض. يقول جميع الكلام اللي حكته تحقق. أما هي نفسها مرت مرحلة الاقتراب من الموت، يقول كلش بعام 1990 بالحرب مال بوش الأولى على قولته، يقول شرت الشيلة مالتها، غسلتها وشرتها ونامت بفراشها، والنومة نومة. هي من أهدها توفت وانتقلت لذاك العالم. هاي تجربة مشهورة وقصة حقيقية حصلت في قلعة صالح. الكل إنسان يشكك بالحياة ما بعد الموت. الغريب بهاي القصة هي جمعت شغلتين، الشغلة الأولى اللي هي الاقتراب من الموت، والشغلة الثانية اللي هي السفر عبر الزمن من خلال الأحداث اللي روتها.